السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايه لكم النهارده بالفيديو. طبعا المقطع ده انتوا شفتوه قبل كده، دي مشتريات السوق اللي انا جبتها الشهر ده. الفيديو بتاع النهارده هيبقى روتين كده عشوائي مختلف، ما فيهوش حاجه معينه. هتشوفوا معايا انا لما بجيب مشتريات الشهر بتاعتي بعمل بيها ايه، وبحضر ازاي الحاجات اللي بتكفي معايا بقيه الشهر، او بحطها في الفريزر او بتكمل معايا الشهر، سواء بقى فطار، خزين في الفريزر، اكل مثلا، تفريزات، مخللات، الجو ده كله. هتشوفوا كل حاجه هعمل بيها ايه. انا كنت موريه لكم ان انا جايبه سبانخ، وان انا جايبه كزبره خضراء، وان انا جايبه بطاطس، وجايبه جزر وفلفل الوان، يعني حاجات كتير انا كنت جايباها الحمد لله يعني، وربنا يبارك. هقول لكم بقى انا هعمل ايه. وزي ما قلت لكم برضو الستاند بتاعي بايظ، فانا مصوره بايديا. يا رب كده الروتين يعجبكم، وشوفوا معايا بقيه الفيديو. هستنى كومنتاتكم وارائكم، ولو في اي افكار حابين ان انا انفذها. وكمان ما تنسيش تسيبي اللايك والاشتراك بتاعك. يلا نشوف الفيديو. بصوا ده السبانخ اهو اللي انا جبتها. بقطع الراس بتاعتها بس كده بالسكينه، الراس الصغيره اللي فوق دي كده اهي، اللي هي دي الحزمه اهي، او الرابطه اهي. بقطع بس الراس الصغيره اللي فوق دي، افتح عليها الميه كده واسيبها تتنقع في الميه بقى ايه، واغسلها. وطبعا ايه، لو فيها اي ورقات بايظه او حاجه بشيلها على طول، واسيبها بقى تتغسل كده وتتصفى. بصوا البطاطس اللي انا قايله لكم، انا اهو اخترت البطاطس الصغيره دي اهي، الصغيره. قلت ايه انقعها برضو، لسه ما غسلتهاش انا، بس انقعها، نقعتها في الميه دي عشان تنزل اي طين عليها. وبعد شويه كده هغسلها حلو واحطها بقى تتسلق. يعني انا حطها بس تنزل الطينه بتاعتها، لسه يعني ما عملتش فيها حاجه. بصوا يعني بعد ما فتحت الميه شويه ونقعتها، رحت فاتحه الصفايه بتاعه الحوض عشان تصفي الميه بتاعتها، وهرجع املى ميه تاني برضو ايه، يتشطفوا اكتر من مره. وبعد كده مثلا في الاخر احط بقى شويه الميه عليها شويه خل، بحيث يتعقموا كده يبقوا نضاف. وبعد كده نبدا بقى نقطعهم. انا عايزه اقول لكم طريقتي في السبانخ. هو المفروض ان احنا بعد ما غسلناها وشطفناها كذا مره وبالميه والخل وظبطناها وتمام، ان احنا بنجيبها على قطاعه مثلا، ونبدا نقطعها زي الخضره، او نقطعها يعني تقطيع زي الملوخيه كده، بس تقطيع بالسكينه ما تبقاش ناعمه طبعا. فانا بقى النهارده عشان انا مضغوطه جدا وعندي حاجات كتير قوي، فقلت اجرب الكبه. انا بعمل في الكبه خلط خضره المحشي، وبعمل فيها الكزبره الخضراء، وبعمل فيها حاجات كتير. فقلت اجرب المره دي انجازا للوقت يعني، بدل ما اقطع على القطاعه قلت اجرب في الكبه. وبصراحه طلعت حلوه. استنوا هوريكم برضو. هنا حطيت حله على النار، الحله دي ما فيهاش اي حاجه خالص، انا بس حطيتها وولعت عليها. والسبانخ اللي بضربها باجي حطها هنا في الحله، تنزل بقى ميتها لحد ما تشربها تاني. السبانخ بتبقى حلوه. فبصوا بقى معايا اهو هعمل ايه. بصوا انا باخد بقى شويه سبانخ كده واحطهم بقى ايه، شويه صغيره يعني، شويه سبانخ صغيرين، واحطهم هنا في الكبه اهو كده. وبعد كده اجي قافله الكبه عادي خالص، وباجي ضربه ضربتين صغيرين. مش هعملهم عصير، ما نخليهمش يتعصروا، لا هي ضربتين بس يا دوب كده يتفتتوا. بصوا بس هما كده بقوا جاهزين. بصوا كأننا قطعناهم بالمخرطة او قطعناهم بالسكينة. ماشي. بعد كده بقى بطلع اللي انا بعمله، وباجي رايحة اهو، وباجي رايحة على الحلة، واجي مفضية اللي فيها زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى بالمعلقة وارجع لكم تاني. بصوا بقى انا كده خلصت الكميه كلها وحطيتها في الحله هي على بعضها. تبدا بقى تنزل الميه بتاعتها دي، وبعد كده بقى ايه، على نار متوسطه او اقل يعني من متوسطه. تفضل بقى ايه براحتها كده لحد ما تخلص ميتها كلها وترجع تشربها وتنشف ايه شويه. تمام. وهرجع لكم برضو اوريكم هنشيلها مع بعض ازاي. طبعا انا فضيت اهو الحوض من السبانخ خلاص كلها خلصت، وزي ما قلت لكم حطيتها على النار بقى تعيش مع نفسها. طلعت الكزبره الخضراء، هعملها بنفس الطريقه برضو. هفك الشرايط بتاعتها دي، واقص بس الحبه الاولانيين منها دول مش عايزاهم، وهعملها برضو ايه الحوض وانقعهم كده لحد ما ينزلوا بقى ايه، ينضفوا تماما والميه تبقى نظيفه. احط برضو عليها شويه خل يتنقعوا فيها. وبعد كده نبدا على الكبه تاني. بصوا بقى هنا خلاص كانت السبانخ خلصت وشربت ميتها، وانا طفيت عليها. انا قسمتهم كده نصين على اساس اعمل كل واحد في كيس ان شاء الله، منين ما نحتاجهم نطلعهم من الفريزر. تمام. تعالوا بقى على الجنب التاني.
انا هنا اهو الكزبره الخضراء اللي انا قلت لكم عليها، انا برضو عملتها بنفس الطريقه، غسلتها وظبطتها، وبعد كده في الكبه برضو قطعتها حتت صغيره كده، وهبدا برضو احطها بنفس الطريقه في حله سخنه تنزل ميتها وترجع تشرب ميتها. بس السبانخ مش بنحط عليها اي اضافات، الكزبره الخضراء دي بنحط عليها في الاخر معلقه سمنه ومعلقه توم حلوه كده وكبيره، وبكده بقى يبقى تقليه للقلقاس. معرفش انتوا بتعملوها كده ولا لا، بس دي طريقتنا يعني. هوريلكم برضو هعمل ايه في الكزبره دي. بس الاول اشيل السبانخ اللي انا قلت لكم عليها اهي، احطها في الاكياس عشان انا هعمل في نفس الحله دي تاني. دول بقى ايه شويه المواعين اللي انا استخدمتهم، غسلتهم وحطيتهم هنا ينشفوا. بصوا السبانخ عملت معايا الكيسين دول اهو، احطهم بقى في الفريزر نطبخه، نطلع الكيس على طول نسقطه في الطماطم اللي نسبكوها، وتبقى الطبخه جاهزه على طول. انا جيت في نفس الحله حطيت فيها معلقه سمنه ومعلقه ثوم كبيره، شوحها تشويحه خفيفه كده، يعني ما خلاش تغمق ولا اي حاجه، عشان انا لسه هنزل عليها الكزبره بتاعتي. بس انا صراحه كسلت اغسل الحله، وقلت يعني ايه كده كده هم كلهم حاجات خضره وخضره فمش فارقه. كده اهو انا نزلت التومه قلبتها، هنزل بقى بالكزبره على طول اهو، نزلت بيها كلها. هقلبها بقى عشان التومه ما تلحقش تتحرق او حاجه، هقلبها فيها في بعضها، وكده كده الكزبره هتنزل ميتها والتومه مش هتتحرق ان شاء الله. بس خلاص انا كده قلبتها، موطيه النار برضو عليها برضو تنزل ميتها بقى، وخلاص التومه اتقلبت فيها عمرها كده ما هتتحرق. خلاص كده اسيبها بقى على نار توصل زي نفس القوام بتاع السبانخ اللي احنا لسه شايفينه. هوريها لكم برضو في الاخر، وبرضو احطها في علبه تلاجة كده واحطها في الفريزر. منين ما نيجي نعمل قلقاس يا دوب نسلق القلقاس وننزل بمعلقتين حلوين كده من التقليه دي تطلع زي الفل. ده لبن مطلعاه من الفريزر عايز يتغلى، استنى بس يفك وبعدين اغليه. الكزبره بقى كانت خلصت اهي، وزي ما قلت لكم كده نشفت في الحله، سبتها تبرد شويه ورحت حطها في العلبه دي اشيلها في الفريزر. احنا اخر اليوم دلوقتي، يعني انا بقى عملت شويه الحاجات اللي انا وريتها لكم دي وقفلت بقى الكاميرا، ودلوقتي رجعت بقى تاني اوريكم اللي انا وصلت له. صفيتهم عايزين يتشطفوا شطفه كمان، وهبدا بقى ايه اسلقهم. ودي المواعين اللي كانت عندي النهارده، بصوا مواعين قد ايه، غسلتها كلها اهو سبتها تتصفى. مجرد ما تتصفى ان شاء الله بحطها بقى ايه في المطبقيه مكانها. وهنا بقى مسحت البوتاجاز بتاعي، لسه اللبن ما فكش، مجرد ما يفك هغليه وبعدين استناه يبرد واحطه في التلاجة. تعالوا بقى شوفوا معايا هنا، دي برضو الكب عندي. انا بقى جبت الفراخ بتاعت الشهر. بصوا هنا انا حطيت ايه، حطيت بصلتين قطعتهم، حطيت قرن فلفل، حطيت معلقه مستردة ومعلقه معلقه مستردة ومعلقه صويا صوص ومعلقه دبس رمان، حطيت ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ وزعتر ورشه حبهان. حطيت حاجه تانية لا اعتقد حطيت كده بس. هنضربهم دلوقتي بالكبه ونتبل بيهم الفراخ. نسيت اقول ان انا حطيت طماطميه كمان. طب هحط كمان نص ليمون قضيه كده، هحط نص ليمونه كبيره بتنزل عصير حلو، وهحط معلقه خل ومعلقه زيت. اهي دي شكل التتبيله بعد ما ضربتها. هحطها بقى في طبق واتبل بيها الفراخ اهي. احنا النهارده تاني يوم، اليوم بقى خلص امبارح، بجد كان تعب وارهاق فظيع. المهم النهارده قمت بقى صحيت يا دوب فطرت، وكملت بقى بواقي الحاجات اللي عندي. البتنجانتين اللي عندي قطعتهم كده تقطيعه المسقعه، وغسلت شويه من الفلفل والشطه اللي انا جايباهم. وهنا اهو بحمر اهو، واللي اتحمر طلع اهو. بصوا يعني يا دوب بس بخليها تاخد لون كده ما تغمقش، وابدا اطلعها على مناديل طبعا اهي زي ما انتم شايفين كده. اخر طاسه اهي في البتنجان، هي كبيره شويه بس مش مهم، الشويه اللي اتحمره اهو. بعد كده هنزل شويه الفلفل دول كلهم مع بعض بقى ان شاء الله. الحله دي البطاطس اللي انا قلت لكم هسلقها اهي بتتسلق، هي اتسلقت انا طفيت عليها بقى. طلعت بقى البتنجان اهو كله، نزلت بقى بالفلفل اهو، اسيبه بقى شويه يا دوب برده يدبل كده واطلعه اهو. كده انا خلصت بقى الكميه كلها. وهنا الطماطمات ديت مجمده، انا طلعتها من الفريزر بخزنها كده صحيحه، اسيبهم يفكوا. وبعد كده التسبيكه بتاعت المسقعه، انا بالنسبه لي بعمل مسقعه بتنجان وفلفل بس، مش بعمل بقى لا بطاطس ولا اي اضافات تانية يعني. طبعا مكان بقى القلي، بصوا البوتاجاز عمل ازاي، همسحه كده وانضفه واغسل العيون بتاعته. بصوا عامله ازاي، هغسلها كويس وافرشه بقى جديد.
حطيت هنا اهو ميه على الطماطم دي تفك كده. لما تفك شويه اضربها في الخلاط. وهنا مطلعه كيس فول من الفريزر عشان النهارده هنتغدى تحابيش كده، فول وشكشوكه وبطاطس محمره وكلام من ده، ومسقعه طبعا من اللي انا هعملها دي. وعندي شويه المواعين دول في الحوض هغسلهم. بس انا عايزه اخلص واحده واحده، عايزه اخلص الاكل الاول، لان انا بصارع مع الانبوبه خلصت في اخرها، فعايزه اخلص الاكل اللي ورايا الاول واطمن ان الاكل تم وكل حاجه، علشان لو ما كملش يبقى معايا وقت لسه اغير الانبوبه وكده. انا طلعت الخلاط ده عندي بقاله تقريبا سنتين تقريبا، يعني مش عارفه والله عندي بقاله قد ايه، بس مده طويله اكتر من سنه ونص سنتين. بس دي اول مره اجربه. انا جربته قبل كده، كان فيه زي ما قلت لكم الدورق بتاعه او الشفشق بتاعه، جيت استخدمه لقيته مكسور من تحت وكان بيسقط الحاجه، فرحت ركناه على جنب، ولسه جايبه بقى دي جديده قلت استخدمها. فدي اول استخدام معاكم. هحط بقى الطماطم اللي انا لسه مطلعاها دلوقتي اضربها في الخلاط عشان نكمل بقيه المسقعه بتاعتنا. الحمد لله ضربتهم ما شاء الله زي الفل، ما شاء الله يعني الخلاط زي الفل. دول شويه توم عندي في الفريزر اهو، تقريبا اخر شويه عندي، فنشوفوا بقى هنجيبوا غيرهم باذن الله. وازازه الزيت خلصت، قلت اصفيها شويه عشان اخد شويه زيت. بصوا ما طلعتش غير دول. فهعمل بقى هحط معلقه توم على شويه الزيت دول، اشوحها كده وانزل عليهم بالطماطم اهو. بصوا الانبوبه بتخلص، انا بجد خايفه، عايزه اخلص الاكل بسرعه عشان انا ما بعرفش اغيرها. بجد نفسي يعني الاكله تكمل على خير باذن الله، لان النار ضعيفه جدا جدا. انا حاطه على العين نقلتها على العين الكبيره اهي عشان تلحق تتعمل. بصوا معلقه التوم اللي انا حطيتها ادوبها كده، بس اخليها تصفر مش تتحرق، تصفر. هروح اجيب الخل واجي اهو. انا جبت الخل. بصوا عشان زي ما بقول لكم الانبوبه في اخرها، فالعين دي بس، يعني انا شغاله دلوقتي العين دي. لو حاولت اولع اي واحده تانية مش هيشتغلوا، هي بس دي اللي شغاله، القوه بتاعت الانبوبه جايه عليها هي لوحدها، فاهمين؟ خلاص كده اصفرت اهي. هنزل بمعلقه واحده بس من الخل، مش كتير اهو. ماشي، تقليبه. الريحه دي بقى بتبقى بتجنن، بتبقى ريحته تحفه تحفه تحفه. هنزل بالطماطم بتاعتي. بصوا عشان احنا اخر يوم في الشهر، فكل حاجه مخلصه، كل حاجه زي ما بقول لكم مخلصه. الانبوبه بتخلص، التوم اللي عندي بيخلص، الزيت اللي لسه موريه لكم بيخلص، فكل حاجه بقى بنشطبه كده اخر الشهر خالص. فربنا ان شاء الله يبارك يعني، وننزلوا نجيبوا طلبات البيت اللي ناقصه دي، كل انبوبه نجيبوا زيت نجيبوا توم، فربنا يسهل. هتلاقي حاجات كتيره خلصانه، فالحمد لله يعني. هسيبها بقى تتسبك كده يا دوب تتقل شويه. هنزل عليها بملح وكمون اهو. بدأت تغلي، رحت نازله عليها بالملح والكمون، وهسيبها تتقل شويه، مش تتقل قوي، مش تتسبك للاخر. بصوا هي اهي خلاص كده بدأت تتقل اهي ما تسبكتش قوي، لسه فيها شويه ميه. هوطي بقى النار عليها وابدأ انزل بالبتنجان بتاعنا واحده واحده. هنزل بايدي بصوا واغطي كده اهو. كل واحد بقى بيقطع البتنجان حسب التقطيع اللي يحبها يعني. انا ساعات بقطع انصص كده، وساعات بقطع كامله. بغطيها كده بالصلصه عشان تبقى متغطيه كلها صلصه. مامتي بتعملها ازاي؟ بتسبك الطماطم في حاجه وترص البتنجان، وبعد كده تيجي نازله بقى بالصلصه فوق الوش. فانا بصراحه بكسل يعني، بقول كله فوق بعضه وخلاص. بصوا انا بعمل طبقه من البتنجان وطبقه من الفلفل. تمام اهو، حطيت اهو، رصيت طبقه. بحبها برضو تبقى مرصوصه كده مش عشوائيه، يعني في ناس تحطها كده وتقلب كله على بعضه وخلاص، لا انا بحبها تبقى مرصوصه. طبعا دي غير الطواجن بقى، في ناس بتعمل طاجن مسقعه في الفرن، لا انا بعملها على البوتاجاز كلها كده. وفي ناس برضو بتعمل بالبشاميل ومش عارفه بايه وطبقات والبطاطس وفي ناس بتحط عليها حاجات زياده، لا انا بحط كده بس اهو. هكملها بقى وارجع لكم. قصيتها اهي وغطيتها كلها بالطماطم، ووطيت بقى النار عليها تكمل كده تسبيكتها.
ومجرد بس خلاص ما الميه اللي فيها الخفيفه دي كلها تروح تبقى هي كده استوت ان شاء الله. طلعنا بقى من المسقعه سيبناها تتسبك. جيت هنا على الجزر اللي انا جايباه اهو، شويه الجزر اهو. وجبت كيس وبدات اقشر بقى، اقشر الطبقه الخارجيه كده بالمقشره. المقشره دي حلوه قوي، بتطلع طبقه خفيفه جدا جدا يعني ما بتاكلش من الحاجه. هقشرهم كده واحطهم هنا في العلب في الطبق ده. قشرتهم اهو كلهم، اشطفهم بقى شطفه حلوه وارجع اقطعهم بقى احطهم في اكياس في الفريزر. والفلفلتين الالوان اهم نضفتهم برضو بس لسه ما غسلتهمش. والكيس اهو اللي انا حطيت فيه البقايه بتاعتي بقى. تعالوا اوريكم المسقعه بعد ما خلصت وطفيت عليها اهي. بصوا اتشربت خلاص، اسيبها بقى تبرد خالص واحطها بقى في علبه كده من علبه حفظ الطعام او حاجه، بس لما تبرد خالص واحطها في التلاجة. نطلعها بقى جنب غدا، جنب فطار، جنب اي حاجه تبقى جاهزه عندنا. قطعت اهو كل الكميه اللي عندي، قطعتها زي ما انتم شايفين كده. هبدا اقسمها بقى في اكياس وهسيب دول كده عندي في التلاجة. الاتنين دول لو عاوزت اعمل سلطه او حاجه، ودول بقى ايه احطهم في اكياس على قد الاكله. اطلع كيس البسله مع كيس الجزر وان شاء الله اطبخهم مع بعض. بس لسه بجيب البسله اخر الشهر ولا حاجه باذن الله. بس حطيتهم في اكياس اهو، وزنت كل كيس ربع كيلو. ودول كانوا كيسين قبل كده مبشورين عندي في الفريزر، وحطيتهم في العلبه بتاعت حفظ الطعام دي. وان شاء الله بس اخلص بقيه الحاجه احطها كلها في العلبه واقفلها وادخلها على الفريز. حطيت اهو بقى المسقعه بعد ما بردت في طبق اهي في العلبه اهي، واغطي عليها بقى كده حلو اهي، واشيلها بقى في التلاجة. نطلع منها بالمعلقه وتحط بقى في الاطباق. تمام كده. اسفه بقى على صوت الغساله هي شغاله، بس انا قلت لازم اوري لكم الخطوه دي، او لازم اوري لكم الليمون وانا بعمله. انا هنا جبت الليمون اللي عندي، اول حاجه غليت ميه اهي، ميه عاديه خالص ما فيهاش اي حاجه. وجبت الليمون القضاليا فتحته كله طبعا بعد ما غسلته كويس قوي، فتحته كله 4 كده من هنا بالسكينه الرفيعه. بصوا فتحته كله كده وحطيته في الميه المغليه. هسيبه بالظبط 5 دقايق يعني، يا دوب بس الميه تغلي كده، وبعد ما تغلي معايا هسيبها 5 دقايق كمان. تمام. وطبعا الميه دي مش هنرميها، خليكم معايا بقى وشوفوا طريقته للاخر. الميه بدات تغلي اهي. يعني برضو هسيبها زي ما قلت لكم 5 دقايق كده، واحاول اضغط عليها بالمعلقه عشان تنزل تحت اللي فوق الوش دول. جيت هنا بقى في البوله دي حطيت اول حاجه معلقتين كبار قوي من حبه البركه. بس انا حبه البركه عندي مخلوط عليها شويه سمسم صغيرين، بس قلت مش مشكله يعني حبه بركه. وحطيت معلقتين كبار من العصفر طبعا من عند اي عطار، ومعلقه شطه صغيره، وشويه ملح برضو معلقه كبيره اهم. خلطتهم كلهم مع بعض بالمعلقه. بصوا انا هاخد بس منهم معلقه كده اهي، احطها في طبق خارجي معلقه بالظبط. ماشي. هحطها برضو على الخليط يعني اهي. والجزر اهو، معلش والله بتاسف على صوت الغساله. الجزر اهو خلطته مع بعض كله اهي. هم دول شويه الجزر اللي عندي، اللي عايز يزود يزود، اللي مش عايز يحط اصلا ما يحطش. تمام. خلاص كده هحط بقى معلقه زيت اخر حاجه، معلقه واحده بس زيت. طلعتهم اهو في صفايه، بس حطيت تحت الصفايه طبق كده عشان لو نزل اي ميه ينزل فيه. والميه دي طبعا فيها بقى ايه خلاصه الليمون والعصير الليمون اللي نزل، لان طبعا الليمون مفتوح كده فاكيد هينزل عصاره وليمون من جواه. الميه دي مش هرميها، هاخد منها شويه اللي انا هخلل بيهم، ولو اتبقى منها هقول لكم هعمل بيها ايه. بس طبعا هسيبها بقى تبرد لحد ما تبرد خالص عشان اعرف امسكها واحشي جواها الخلطه دي. بصوا بقى عندي البرطمانات دي اصلا مخصصه للمخلل. انا كنت غسلاها ومعقماها وشايلاها كده زي ما هي ناشفه ومعقمه. فهبدا بقى ايه هبدا اخد الليمون ده واحشيه بالخلطه دي وارص دلوقتي على طول في البرطمانات. خلاص هو كله ما يعني البرطمان التاني ما كانش مستاهل الكميه، فعملت البرطمان ده ورصيته كده واحده واحده، ما حطيتهوش عشوائي. هو بس مش باين قوي، بس انا رصاهم واحده واحده. اتبقى بصراحه ليمونتين، فانا عملت ايه رحت عصراهم. هم طبعا كانوا طريين، رحت عصراهم هنا. هم ليمونتين بس مش مستاهله يعني. عصرتهم العصير بتاعهم هنا، وهحط القشر ده في الاخر فوق الوش. تمام. الليمون ده بقى هنا اهي. الطبق ده كان اتبقى فيه معلقه واحده من الخلطه، وادي الشويه اللي انا خليتهم على جنب هنزل بيهم هنا اهو. جبت بقى الميه اللي كانت هنا اللي احنا غلينا فيها، وطبعا فيها عصاره الليمون كله، جبتها اهي نص لتر من الميه. هحطهم على الخلطه دي كده، وهحط عليها نص كوبايه ملح كده مثلا اهو. اقلب لحد ما الملح يدوب خالص.
بس المهم ان احنا نظبط بس الملح. انا شلت ليمونتين كده من فوق الوش، حسيت ان هو كده كتير قوي على البرطمان، فشلت ليمونتين وحطيتهم بقى مع الليمونتين التانيين في العلبه دي، وحطيت عليهم بقيه الميه برضو. ودلوقتي بقى هغلف بورق السوليفان او بكيس او باي حاجه عندي الاتنين، وبعدين اغطيهم كويس. لو احنا مستعجلين عليهم ممكن نحط معلقه خل، لكن انا مش مستعجله. خلاص كده غلفته اهو بورق الاسترتش ده، وبعد كده هغطيه بقى بالغطا بتاعه العادي خالص. خلاص كده بقوا جاهزين، هحطهم بقى على جنب. انا مش مستعجله عليهم، يعني ان شاء الله ممكن احتاجهم على رمضان كده او حاجه، فمش مستعجله عليهم. دي الاكله بتاعتنا اهي النهارده. عملت شكشوكه بالبيض، وعملت طبق فول وخيار اهو قطعته، والمسقعه اللي احنا لسه عاملينها سوا، والبطاطس اللي سلقتها وقلت احمرها، بس بوبا عملت اللي انا قلت لكم عليه، بس هي كده كده مستويه. ودي كانت نهاية فيديو النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وكنت خفيفة على قلبكم. ما تنسيش تسيب اللايك والاشتراك وتسيبي لي كومنت يشجعني تحت الفيديو، واستنوني بقى في الفيديو الجاي وفيديوهات تانية كتير. ويلا مع السلامة.